يا ناس يا عسل بتاع البطاطا وصل. النهارده هنحلي وكمان هنفرص. يلا بينا نعمل في بطاطا. داخل علينا ايام الشتاء اللي جايه دي ان شاء الله. فبصوا مش هرمكم من حاجه، بعمل لكم وصفات كلها دفا كده وكلها وصفات بسيطه زي ما احنا متعودين مع بعض. النهارده نعمل بطاطا بس بطريقه مختلفه، مش بالبشاميل العادي اللي هو بالدقيق، لا بالمهلبيه، وبتطلع احلى بكتير. دلوقتي احنا غسلنا البطاطا وقشرناها قطعناها حلقات وحطيناها في حله على النار، معاها نص كوبايه سكر او حسب رغبتك، وشويه نص كوبايه ميه. تمام. حطيت كده مكعبين 3 زبده، بس دي بعد ما اتسلقت، يعني سلقناها خلاص، بعد ما دخلت في السوا خلاص هنحط الزبده والهراسه كده، نهرس البطاطا كويس قوي. لو حابه يكون فيها قطع تمام. هنجيب البايركس ونوزع فيه البطاطا زي ما انتم شايفين. ما دهنتش من البايركس اي حاجه خالص، كفايه الزبده اللي في البطاطا يعني، ولا بتلزق ولا بتاخد لون ولا بيحصل اي حاجه. ان شاء الله تطلع زي العسل زيكم. بططناها سويناها كويس قوي. يلا بينا بقى نعمل البشاميل او المهلبيه اللي هنحطها على الوش. هنجيب الحليب، لبن. تمام. انا بتلخبط شويه في اللبن والحليب، لان في بعض الدول احنا عندنا في مصر اللبن اسمه لبن، انما في الدول العربيه اسمه حليب. تمام. حطيناه دلوقتي اهوت على النار. هنحط ربع كوبايه كده في كوبايه، هندوب فيها معلقتين نشا كبار. تمام. هندوب النشا دلوقتي وننزل بيه على اللبن. تمام. وصفة سهلة جدا وسريعة وطعمها حلو وبتدفي وكل مميزات فيها. طبعا احنا شلنا كمان منها في الفريزر، يعني لما تجيبي حاجة تعملي حاجة وينفع تفرزي منها هاتي بزيادة. كده كده الوقفة واحدة يعني. حطينا النشا على الحليب، هندوبه. طبعا في الخطوة دي مش محتاجة اقولك ان انتي ما تشيليش ايدك يعني ما تبطليش تقليب. انا هنا هضيف معلقة سكر، ممكن ما تضيفيش خالص وتبقى عامله زي القشطه كده، طعمها بتبقى حلوه برضو، بس احنا بنحب السكر شويه، فانا يعني حطيت معلقه واحده بس، بتظبط الطعم شويه مع البطاطا. تمام. هنقلب. في الاخر خالص لما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه هننزل بمكعب زبده. تمام. زي ما انتم شايفين. هنقلب تاني. هوريكم دلوقتي انتوا تعرفوا ازاي تختبروا كده النشا، تختبروا كده المهلبيه او حتى البشاميل بطريقة تعرفوا بيها ان خلاص كده ده القوام المظبوط يعني. هنجيب معلقة. ثواني. هنجيب معلقة ونعمل كده من ظهر المعلقة خط كده. لو الخط ده ما قفلش زي ما انتم شايفين احنا كده وصلنا للقوام المظبوط. لو قفل على بعضه يبقى لسه شوية عليه. اخر حاجة خالص واحنا بنقفل هنحط كيس فانيليا. بس كده خلاص خلصت الوصفة. هنحطها على وش البطاطا وندخلها فرن 180 برضو. احنا متعودين الحلويات بتاعتنا بنحطها على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط لحد ما تاخد لون. خلاص يعني هي كل حاجة مستوية، فاحنا عايزينها تاخد لون بس وتتشمع كده وياخدوا من طعم بعض. بس هنا فرزنا كمان منها اهو. وما شاء الله طلعت، دخلناها الفرن وما شاء الله طلعت حاجة تحفة، طعمها لذيذ وجميلة وخفيفة وبتدفي. بألف هنا على قلوبكم، وإن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.